صل على الحبيب قلبك يطيب. ركز معايا ورجعنا لكم تاني في فيديو جديد وبقواعد نطق جديدة. ركز معايا وفنجان القهوة في ايدك، والورقة والقلم، ودون معايا قاعدة النطق الجديدة دي اللي هتغير حاجات كتيرة معاك في النطق. عندي الاربع حروف التي اي او ان مع بعض بينطقوا شن، مش هنطق التي لوحدها والاي مفيش الكلام ده، هما باكج كده مع بعض بينطقوا شن. زي حاول بقى تنطق معايا، ادي المقطع اهو اللي هو شن. نقرا بقى الحروف الاولانيه ستي شن، تبقى ايه الكلمه على بعض؟ ستيشن. برافو. ودي هتسهل زي ما قلت لك حاجات كتيره في النطق، في حفظك للكلمات. يعني انت كده خلاص، كده محطة اتحفظت، حفظت الثلاث حروف الاس تي اي والمقطع شن ستيشن بقت محطة. شكرا. الكلمة اللي بعدها نيشن، تبقى الكلمة ايه على بعضها؟ نيشن. عايزك وانت مركز معايا حاول ان انت تقرا الكلمة لوحدك. طبعا في كلمة اكتر من مقطع زي دي، يعني اللي فوق دي مقطعين، نيشن ستيشن، دي اكتر من مقطع. ريليشن تبقى ايه على بعضها؟ تمام، برافو، ريليشن. يلا اللي بعدها هننطق اول ثلاث حروف وبعد كده المقطع. منشن. يا سلام، شوف السهولة والبساطة. الكلمات دي كانت ناس كتيرة بتقع فيها وما بتعرفش تنطقها بسبب ان هي ما تعرفش الصوت الاربع حروف ايه. في كلمة معروفة اهي اللي هي ايه؟ طبعا دي اكتر من مقطع برضه. information، تبقى الكلمة على بعضها information اللي هي معلومة او معلومات. اخر كلمة معانا اللي هي education، تبقى الكلمة على بعضها يعني ايه؟ education يعني تعليم. يبقى النهاردة برضو كلمات جديدة، قاعدة نطق جديدة تقدر ان انت من خلالها تحفظ كلمات جديدة. لو انت استمريت معانا استمرارية مظبوطة هتلاقي نفسك الانجليزي معاك في وقت قصير جدا في القمة. ادي مثلا هنقول الترجمة بتاعت الكلمات، وهنقول الكلمات تاني. ستيشن محطة، نيشن أمة، ريليشن علاقة، منشن إشارة، انفورميشن معلومات، education يعني تعليم. يا رب لو كان الفيديو عجبك واستفدت في معلومة جديدة، يا ريت تخبطنا بلايك وبشير، او ان انت تشترك معنا في القناة وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد.